بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل حاجه حلوه من قشر البطيخ. طبعا قشر البطيخ حد هيقول ايه؟ قشر البطيخ اللي بنقطعه للفراخ والطيور هيعملوا بيه اكل. احنا هنعمل منه حاجه حلوه وجميله وهتعجبكم قوي. وجرب، الواحد ما يحكمش على حاجه غير لما يجربها ويشوفها. طبعا قشر البطيخ ده ليه فوائد جميله جدا لجسم البني ادم. كام حاجه يتعمل منه حاجات كتيره قوي، مش الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده، لا بيتعمل منه حاجات كتيره قوي، وباذن الله هبقى اقول لكم عليها. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه الحاجه الحلوه اللي هنعملها منه. هنجيب قشر بطيخ زي ما انتم شايفينه كده، وهنجيب طبق ونبدا نقشر القشر كده. نبدا نعوش القشره الخضراء دي بالشكل ده. زي ما احنا قشرناها بالشكل دون، هنروح ماسكينها مقطعينها مكعبات صغيره زي ما انتوا هتشوفوا كده. هنمسكها نقطعها مكعبات صغيره كده. نقطع مكعبات صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا غاسلين البطيخه قبل ما نقطعها، وبرده شطفت القشر قبل ما استعمله. نجيب القشر نعوش البذره ونقشر القشر الاخضر ده. طبعا القشر الاخضر ده هنرميه، ونبدا برضو نخرطها مكعبات بالشكل ده. هدنيني اخرط القشر كله مكعبات بالمنظر ده، وبعد ما هعمله هوريه لكم وهنشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما قطعت قشر البطيخ وخليته، خدت منه كل الابيض اللي فيه وخليته بس على القشره الاخرانيه الخضراء دي مش هناخدها. بعد كده هروح جايبه حته بطيخه كده وهنجيبها وبرده هنقطعها على القشر. هنروح مقطعها برده، هناخد الابيض يعني هنخلي القشره الخضراء بس اهي، يعني بناخد اللي فيها كله اهو، بنخليها على القشره الخفيفه دي بس بالشكل ده، ونقطعها برده مكعبات معاها اهي. وهنيجي برده على اللي احنا خدناها، حته البطيخه اللي خدناها معاها عشان ما تبقاش كلها يعني قشر، نشيل منها البذور ونقطعها مكعبات بالشكل ده. واي لبايه هنشيلها اهي، هنقطعها معاها بالشكل ده. البذر برضو هنحاول نشيله برضو واحنا بنفضيه في الحله، مش هنخلي اي لبايه فيها، تتقطع مكعبات بالشكل ده اهي. وهنيجي نروح شايلين البذر بتاعها، اللب بتاعها بالشكل ده، تبقى نضيفه كده، ونجيب حله ونحطها فيها اهي. اهم شيء ما نخليش فيها اي لبايه فيها. هعوش منها اللب واوريها لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما قطعت شرخه بطيخ واحده، مش مقطعه بطيخ كتير، هي شرخه واحده على القشر، وهروح جايبه حله واروح مفضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. واشوفه عامله حوالي قد ايه كده. اللي انا مقشراه دون يعمل له 2 كيلو قشر، من كيلو ونص ل 2 كيلو. القشر اللي انا مطلعاه ده يا حبايبي بطيخه كبيره، مش بطيخه صغيره، بطيخه كبيره. قشر البطيخه الكبيره هحط له عليه كيلو سكر، لو بطيخه صغيره هيبقى نص كيلو سكر. جبت كيس سكر اهو افضيه عليه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، وهروح جايبه ميه واروح مفضياها عليه. يا دوب الميه تغطي بالشكل ده قشر البطيخ. هروح واخده الحله على النار، هاخد الحله على النار علشان يستوي قشر البطيخ ده، يستوي كويس، ولما يخش في السوا هوريه لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما استوت بالشكل اللي انتم شايفينها دي، هروح ماسكاها وضربها في الخلاط. وبعد ما اضربها في الخلاط هوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما ضربتها في الخلاط بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هولع عليها النار تاني، واحط معاها مكعب ليمون من الليمون اللي احنا مجففينه وشايلينه في التلاجة في الفريزر، او عصير ليمونه بالشكل ده عشان ما يخليهاش تسكر. وهنسيبها لغايه ما تتسبك خالص
وتبقى تخينه تقيله كده، وهنشوف مع بعض بعد ما تتقل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بدات تتقل اهي بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. هنعمل ايه فيها؟ هنجيب معلقه نشا على حبه ميه، معلقه نشا نحطها في كوبايه ونحط عليها شويه ميه من الحنفيه، شويه صغيره قوي، ونروح مدوبينها، لان لو حطينا النشا كده هيكلكع، لو ما حطينالهوش حبه ميه صغيره زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ونقلبها كويس، ندوب النشا بالشكل ده، ونبدا نحطها. بعد ما حطينا معلقه النشا كده هتاخد غلوه، وبعد ما تاخد غلوه هنروح منزلينها من على النار، وبعد ما تبرد هنعبيها في البرطمانات واوريها لكم حبايبي. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي مربى قشر البطيخ جميله جدا وهتعجبكم قوي، جربوها واحكموا. ودي طريقه المربى بقشر البطيخ. وطبعا في انواع تاني كتير، انتوا عارفين ان قشر البطيخ والله فيه فايده جدا للجسم. اعملوا المربى وجربوها، وفي كم وصفه تانيه برضو بقشر البطيخ باذن الله. لو عجبتكم اكتبوا لي وانا اعمل لكم الوصفات التانيه. ودي المربى بقشر البطيخ على طريقه مطبخ ماما بطه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطه واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.